وين رايحين؟ عند آسيا. عند عمانة. طلعوا هيدا طلعوا الصبح هتطلع اكل جوزي والله. طلع رايحين نروح عند عمتي. يلا امشي مع بعض. خو يحيى والله حطيت لك اكل قبل ما اروح. خلاص يلا وحلي عندك. يلا تمشوا. كنت طايرة وراي مثل الصاروخ. يوم الجو كتير حلو. طايرة وراي مثل الصاروخ. هايفة هايفة تا. سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. Hi guys, welcome back to Damit channel. Please like and subscribe. Let's go to start his video. وهون ابن عمتي هو اللي اجى ياخدني من البيت، وكان الجو كتير حلو شمس، فلقيته شاري لنا كابتشينو الله يرزقه يا رب، وحاسب حسابي يعني شاري لاخواتي وشاري الي. فهون اجوا اخذوني بالسياره. الصراحه انا من وقت ما جبت بنتي ما عاد تروح عند اهلي مشوا، اذا لاحظتوا يا بالتاكسي يا حدا عم يجي بياخذني. وهي هيك وصلنا عند عمتي وحبيت اصوركم الاجواء. مين لاحظ انه صار لي زمان ما صورت انا رايحه على الصالون؟ ويا على قلبي يا عمتي سلامه قلبها. احكي لكم هلا شو صار معها وسكروا لها الصالون. هي وصلنا عند عمتي وسالت اصوركم لمحه للبيت. اليوم خطبه ابن عمتي فقلت حبيت شارككم فيها. وهلا هون يا بنات خطبة كان ابن عمتي التاني، فكانوا مزينين البيت وحبيت صوركم اياه. كان البيت كتير حلو هيك، وزرعاياتها ما شاء الله كتير صايرين حلوين. هي نفس الزرع اللي عندي، بس انا الزرع اللي عندي مدري ليش عم بتموت، الجو عندي ما زبط معها فعم بتموت. كانوا الزرعايات وقت كنت ببيتي الخامس شقد حلوات وشقد هيك شغالات، بس وقت سكنت ببيتي هاد ما بعرف انه الزرعات حسيتهم ماتوا. وهون احكي لكم شو صار مع عمتي. الصراحه عمتي هون فتحت بيوم العطله، كان عندها حجز فاضطرت انه تفتحه، يعني ما فتحت الدرابيه، دخلت لجوا وقالت بتشتغل. فيعني طلعوا قد العالم بحبوا الخير. فالجارة جنبها بتشتغل هيك بتبيع منظفات. فقالت لها انه انت ليش اليوم فاتحه؟ قام قالت لها والله عندي حجز يعني هلا بس اخلص اللي بايدي يعني اللي عم بشتغله وسكر. قام هي ما اقتنعت، عملت هيك وراحت دقت واشتكت عليها. هون عمتي ما عندها ترخيص للمحل، فاجا البوليس لعندها وقال لها انه اعطيني ترخيص المحل، فقالت له والله ما عندي. يعني عدت علينا نحن هون فتره انه كل المحلات اللي ما لهم ترخيص سكروا. بهالاثناء عمتي سكرت انه بابا تفتح عشان حتى انه خلصوا هالحمله. سكروا والله 3/4 المحلات اللي ما عندهم يعني رخصه. فهي والله الله يعطيها العافيه عملت خير يعني مع عمتي. اشتكت عليها وقت قال لها انه اعطيني الرخصه وقالت له ما معي، فعمل هيك. و يعني مثل قال لها معك 3 أيام، يا بتسكري المحل يا أنا نضربك مخالفة. يا حرام شوفوها انتو شلون ما بقى تعرف فين بدها تروح في غراضة، شلون بدها تلحق تسكر المحل قبل ما يضربوها مخالفة. هي مثل بقولوا يعني هيك نحن عنا هون لازم الواحد يطالع شلون بدي اقولكن اياها، يعني انه مثل اذن عمل، عرفتوا باي شي بدكم تشتغلوا. لا قالوا وقت دخلت قلت لهم انتو روحوا خلصوا، انا رح اضل اخر شي لاني قلت يعني بضل قاعدة مع بنتي وانتو خلصوا شغلاتكن. هون قلت يلا فرد مرة بصوركن البيت وفرجيكن اياه، واذا نسيتوا تحطوا لي لايك حطوا لي ولا تنسوا. طلعوا البيت شقد حلو، حتى طقطقت له شوية صور، والوردات موديلهم هيك نازلين من السقف، والبويلين يعني الزينة كتير بسيطة. وصلها تقريبا 4 أيام مزينة، بس طلعوا الساعة على حالها. هو يا ابني انت يا حب، وانت يا طعام الناس، تكبر شوفك احلى شاب، وتعيش العمر متهني، وتعيش العمر متهني. وهلا بعد ما خلصت تصوير البيت جيت على المطبخ، فلقيت مطبقه هون بنت عمتي هاد الستاند، فقلت اصوركم اياه كمان. طلعوا هدول الفناجين كيف عامله عليهم عمتي وردات هتشغل ايدها. حتى المطربانات هدول الصغار بينباعوا بالمول، حاطط لهم موديل حاطه في قلبهم حجر ملون. هلا الناس يعني حط لي لايك يحط لي وتسلم ايديكم كلياتكم. هلا راح تسألوني هي خطبة بس ابن عمتك؟ الصراحة هي خطبة ابن عمتي واختي، الله يوفقهم بحياتهم يا رب، هيك يبعت لهم ايام حلوة، وكل واحد يا رب الله يبعت له على قد نيته. قولوا امين، لاني الواحد ما بيبعت له غير على قد نيته والله.
وهي بعد ما رجعنا على البيت وخلصنا كل شي صرت اجهز الرز بحليب انا وبنت خالي، وهيك رشتلهم جوز الهند وفستق. يا الله شقد ماما عم تسوي لنا رز بحليب عم بيطلع ما طيب. يسلم ايديك يا ماما ويعطيكي الف عافيه. والله يا بنات حاسه حالي انه والله انا بدي امرض بدي الحق حالي في الدواء. الله وكيلكم عدوني ولادي، بطيب واحد بيمرض واحد، بطيب واحد بيمرض واحد، كأني جاي هيك حملة وباء على هالولاد. الله يحميهم يا رب ويشفيهم وما يمرضنا ولد. هي اختي اللي عندي اياها اغلى من الدنيا، كل خطوة قلبي معاها ولا بنحني. هي اختي اللي عندي اياها اغلى من الدنيا، كل خطوة قلبي معاها ولا بنحني. والورد قبالها دبل والقمر انطفى، عاكتفى دمعي نزل من الفرحة اختفى. ويا مسعدك كان صباحية ما طلعت الفجرية، يا مسعدك صباحية ما طلعت الفجرية. يترد الليل بيلف إليك وين العزاء كله عليك. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام والله الليل ملك عاش الحلوين وامان. الله واحلى سعادة. الله الله كلن منك غيرانين عم بيقلدوك، افتكروا حالن مهضومين وبيشبهوك. شو صاير لن هالبنات كأنن جنوا، حلاكي بس النحلات بيعملوا منا وعسل والله عسل. شوفوا لي هالعسل جمالها ما بيتقلد، خلص حاجي هبال. ابيض اسود احمر موف كله بيلبق لي، شو ما لبست بتبقي شيك اميرة بتقليك. طقوا يموتوا هالحلوين ما بيهموكي، بدن 110 سنين ما بيلحقوك. ادب والله ادب ملكة جمال العرب، جانن فيك جانن خلاص عقلي انضرب. عسل والله عسل، شوفوا لي هالعسل جمالها ما بيتقلب. طلع الورد ان شاء الله، بيت اهلي عطول كله ورد. شايفين يا سلام يا عيني على الوردات. لك صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين وايش بدكن. صباح الورد. هلا احلى ضيافة للخطبة هي الشراب اللوز والرز بحليب وضيافة. الضيافة شفتوا كنت حاططها بالصينية وضيفناهن، وهون العريس وقت دخل يشوف العروس فجايب هو ورد لكل الصبايا. ومثل ما بتعرفوا انا بيتي لاني ما فيه دوار غاز، فمشان هيك كل ما بجي عند ماما كل جمعتين بخلي تعمل لها حمام لميرا الله يعطيها الف عافيه. هون قلت البسها هدول الاغراض، وهون ميرا هي مع ماما عم بتحمم لي اياها الله يعطيها الف عافيه للمره الثانيه ويخلي لي اياها وما يحرمني منها، لاني بنتي مو لسه صغيره والله لهلا ما بعرف حمامها على السوا. يا ما شاء الله الله